الحركة الموجية أو الحركة الاهتزازية، أنا عايزك تعتبر إن اللي أنت بتاخده ده فيزياء، والفيزياء كدراسة بالنسبة لك مختلفة عن الكيمياء والأحياء في حتة اللي هو إيه؟ الفيزياء بشكل عام القوانين اللي أنا ممشي بيها أو اللي ربنا ممشي بيها الكون، تمام؟ أنا بالنسبة لي لما آخد فرع من فروع الفيزياء زي حركة الموجات وحركة الاهتزازات، فأنا بكلمك دلوقتي عن فرع المفروض ان هو ليه قواعد خاصه. تيجي مثلا تدخل مطعم كشري مثلا، تلاقي اللي شغالين في المكان بيقولوا اسماء الاطباق غير الاسماء اللي انت بتقولها. اهل الصنعه بيقولوا ليهم اسامي خاصه بيهم، تمام؟ لما انت تيجي تروحي مثلا عند ترزي مثلا او عند خياطه، تلاقي اللي هي ليها اسامي للغرز. انت ممكن ما تكونش بتدي اسامي للغرز عندك في البيت، او لما تيجي تخيط هي بتدي اسامي. فاهم الفكره ماشيه ازاي؟ هو كده في اي مجال، كده في اي مجال تلاقي اللي هو الشاطر في الحته بتاعته دايما، او المتمكن في الحته بتاعته دايما بيجي على مفاهيم معينه في مجاله محدش بيقولها غيره. انت بالظبط كده انت هتبقى صنايعي موجات او صنايعي اهتزازات. بمعنى ايه مثلا؟ بمعنى اللي احنا دلوقتي هقول لك الحاجات اللي هو ممكن يسالك عليها في المسائل، او الحاجات الاساسيه او المفاهيم الاساسيه اللي انت محتاجها قبل ما تدخل اي مساله تخص الموجات او الاهتزازات، تمام؟ انا عندي بالظبط حوالي 4 أو 5 مفاهيم. تاني حاجه عندي اللي هي الاهتزاز، تمام؟ تاني حاجه عندي الزمن، رابع حاجه التردد، تمام؟ انا بالنسبه لي ساعه الاهتزاز دي اللي بيتقال عليها من الاخر كده اقصى ازاحه. كوصف بالنسبه لك هي اقصى ازاحه. يعني ايه كلمه اقصى ازاحه؟ بص، المثال اللي هو المشهور في الدرس ده اللي هو البندول. البندول لما يجي يتحرك من النقطه A يجي يروح مثلا عند النقطه B، ده مكان البندول الثاني. المفروض ان هو لو ده اعلى ارتفاع وصل له، فالمسافه من هنا لهنا بيتقال عليها ساعه الاهتزاز. المسافه من هنا لهنا بيتقال عليها ساعه الاهتزاز. فساعه الاهتزاز دي بيقول عليها اقصى ازاحه، يعني اقصى مسافه، وليكن مفهوم مسافه ده غلط دلوقتي بس ماشي ما علينا، خليها مسافه. اقصى مسافه او اقصى ازاحه هو بيتحركها بعيد عن موضع السكون. فهمت الفكره ماشيه ازاي؟ يعني ما ينفعش اقول لك ان اقصى ارتفاع هو ده وانت تيجي تقول لي ان هنا اقصى ازاحه، الحته دي بس هي اقصى ازاحه. لا، اقصى ازاحه دي اعلى حاجه بالنسبه لك، تمام؟ فهمت الشكل بتاعها ماشي ازاي؟ طيب الاهتزازه الكامله بقى، الاهتزازه الكامله دي المفروض ان انت بتعمل لي موجه كامله او اهتزازه كامله. يعني ايه بتعمل لي اهتزازه كامله؟ صلى على النبي. انا لو بالنسبه لي بادئ الحركه بتاعتي من هنا، مشيت وصلت عند موضع السكون، تمام؟ مشيت وصلت هنا، دي اقصى ازاحه من الناحيه الثانيه، ها، تمام؟ طيب بعد كده رجعت تاني وصلت عند النقطه دي، وبعدين رجعت تاني للنقطه اللي انا بدات منها. اهو اللي انا عملته ده يعتبر اهتزازه كامله. يبقى يعني ايه اهتزازه كامله؟ يعني انت عديت بنفس النقطه مرتين في نفس الاتجاه. عديت بنفس النقطه مرتين في نفس الاتجاه. النقطه دي انا بدات منها الحركه، رحت كده وبعد كده رجعت، كده انا عملت اهتزازه كامله. يعني انا عديت على نفس النقطه دي مرتين. طيب لو انت بقى لماحه، في كام ساعه اهتزازه انا عملتها هنا؟ 4. ليه؟ علشان انا المفروض ان انا اتحركت من هنا لهنا ادي مره، ومن هنا لهنا ادي الثانيه، من هنا لهنا ادي الثالثه، من هنا لهنا ادي الرابعه. فهمت الفكره بتاعتي ماشيه ازاي؟ يبقى اتفضل اسال على ايه؟ هو هنا اقصى ازاحه بتساوي اقصى ازاحه الناحيه الثانيه يعني. بالظبط كده، تمام. ليه؟ عشان احنا بنتكلم عن حركه دوريه، فالحركه الدوريه دي اصلا اللي هي الحركه الاهتزازيه، تمام؟ فبالتالي الموضوع بيكون منتظم. اما لو الارتفاع زاد من على جنب او جنب تاني، لا ده حوار تاني وبره عنك دلوقتي، انت مش عليك دراسته. فهمت الفكره بتاعتي ماشيه ازاي؟ انا بالنسبه لي ما دام هو وصل هنا هيوصل هنا عادي جدا، ماشي؟ طيب ده بالنسبه لقصه الاهتزازه الكامله. الاهتزازه الكامله دي اللي انا بعدي على نفس النقطه مرتين، المرور بنفس النقطه مرتين، تمام؟ ده بالنسبه لي قصه الاهتزازه الكامله. طيب نيجي بقى على الزمن الدوري. بس طبعا نكتب الملاحظه بتاعتنا اللي هي الاهتزازه الكامله
فيها 4 من ساعة الاهتزاز. تمام. رقم 4 ده هيبقى عامل كده زي اللي هو ايه اللازمة اللي موجودة على طول لما تيجي سيرة ساعة الاهتزاز. يعني ايه اللازمة؟ يعني الحاجة اللي بتتكرر معاك على طول. يعني اوتوماتيك انا عادي جدا مش هديك الاهتزاز كاملة، ممكن اديك ساعة الاهتزاز. تمام. بس ساعة الاهتزاز دي ممكن اجيب منها الاهتزاز كاملة اللي انا اضربها في 4. فهمت الفكرة ماشية ازاي؟ طيب انا ممكن مثلا اديك الاهتزاز كاملة بس مش هديك ساعة الاهتزاز واطلبها منك، ساعتها انت هتقسم الاهتزاز كاملة على 4. فهمت الفكرة ماشية ازاي؟ في اي سؤال يخص الاهتزاز كاملة تفتكر دايما على طول ال4. تمام؟ طيب ولما نيجي نرسم الاهتزاز كاملة بنرسمها بالشكل ده. انا قلت لك دي الرسمة بتاعت الايه؟ الحركة الاهتزازية، صح؟ طيب يبقى دي تعتبر اهتزازة كاملة، المنظر ده يعتبر عندي اهتزازة كاملة. فهمت بتاعت الفكرة بتاعتي ماشية ازاي؟ هنا بدأ من موضع السكون اللي هي ده، وبعد كده وصل لأعلى حاجة اللي هو ده. طيب وبعد كده رجع لموضع السكون اللي هو نزل تاني بالشكل ده، وبعد كده راح عند أعلى حاجة بس من الناحية التانية، وبعد كده رجع لموضع السكون تاني. فهمت الفكرة بتاعتها ماشية ازاي؟ فهمت الرسمة دي بتاعتها ماشية ازاي؟ يبقى دي بالنسبة لي اهتزازة كاملة. طيب لما نيجي يسألني بقى على ساعة الاهتزازة من الرسمة، حطها حلقة في ودنك. الرقم اللي مكتوب لي عند القمة هنا وليكن 5 4 3، تعال نقول 3، ده ساعة الاهتزاز. طيب لو مش مديك الرقم هنا ومديك الرقم هنا، ده برضو ساعة الاهتزاز بس بالسالب بقى، بس انت مالكش دعوة، انت تنزلها له بالموجب في السؤال. يبقى انا احطها حلقة في ودنك. انا بالنسبة لي القمة الرقم اللي في وشها ده بتاع ساعة الاهتزاز. ايه في الحالتين موجب، بس هو بالنسبه لك اللي هو حاطط لك بالسالب ليه؟ عشان اتجاه الحركه اتغير، فبقى في الاتجاه السالب بالنسبه للحركه الاولانيه. تمام. طيب ده بالنسبه لقصه ساعه الاهتزاز. طيب لو انا قلت لك مثلا ان المسافه من هنا لهنا اللي هي من القمه دي للقاع ده وليكن 10 متر مثلا 10 سم، ساعه الاهتزاز بكام؟ 5. الله ينور عليك. يبقى لما يجيبها لي بالمنظر ده بقسمها على الاثنين. طيب لو جابها لي على طول دغري من هنا بقى باخد الرقم اللي قدام على طول. ده بالنسبه لساعه الاهتزاز. وساعه الاهتزاز بالمناسبه تتقاس بالمتر او بالسنتيمتر. تمام. يعني بتتقاس بالمتر او بالسنتيمتر. يعني مثلا انا اقول لك انت طولك قد ايه؟ مثلا 160 سم. تمام. يبقى 160 ده الرقم اللي انا بحسبه، والسنتي ده دي وحده القياس. تمام. لو انا قلت لك 160 بس فيعني 160 ايه؟ 160 متر، 160 كيلو متر؟ لا، لازم حاجه تميزه، تمييز. يعني اللي هو في العربي دايما انت بتاخد الحاجه اللي بعد الرقم تمييز، بتميز الحاجه دي. انت فهمت بتميز الرقم ده بتاع ايه؟ فهمت الفكره دي ماشيه ازاي؟ طيب ده بالنسبه لي لقصه الاهتزاز الكامله. الزمن الدوري ده بقى زمن الاهتزاز الكامله. زمن الاهتزاز الكامله ليه اكتر من طريقه للحساب، بس تعال نجيب الطريقه الشائعه اكتر اللي هي لو مثلا مديني 100 اهتزازه، فانا بجيب الزمن الكلي وبقسمه على عدد الاهتزازات. يعني مثلا لو قلت لك الزمن من هنا لهنا وليكن 10 ولا بلاش 10 15، تمام؟ فانت اوتوماتيك لما اطلب منك الزمن الدوري فانت هتقسم لي ال 15 دي على عدد الموجات اللي عندي. في كام موجه عندي هنا؟ لا ده الزمن. تمام. دي 15 بالمناسبه. في كام موجه بقى عندي هنا؟ او في كام اهتزازه؟ واحده. ايه؟ دي اهتزازه بالظبط. ايه القمه والقاع دول اهتزازه، لازم يبقى الاثنين دول مع بعض اهتزازه. تمام. يعني لما اجي مثلا اجيب لك رسمه بالشكل ده، اقول لك مثلا خط كده، اقول لك الزمن من هنا لحد الاخر وليكن 30.
انا مش ببص حاجه. اتفضل. هو اللي فوق بيبقى نص الساعه ولا الساعه كلها، يعني لفت مرتين ولا مره واحده؟ بص، لو جاب لك الرقم اللي في وش القمه ده الساعه، طب الرقم اللي في وش القاع ده برضو الساعه، طب لو قال لك المسافه بين القمه والقاع ده ضعف الساعه فبقسمها على 2. فهمتي؟ طيب سيبك بقى من الساعه خالص ونركز على الزمن الدوري. لما يسالنا على الزمن الدوري بعمل ايه؟ بجيب الزمن الكلي على عدد الاهتزازات. الزمن الكلي هنا كام؟ انا كاتبها بالانجليش ماشي، خليها 30. تمام، يبقى انا عرفت ان الزمن الكلي ده معايا ب 30. طيب في كام اهتزازه هنا؟ الله ينور عليك. بعد انا معايا كام قمه وكام قاع؟ ادي قمه وقاع، ادي واحده، ادي قمه وقاع، ادي 2، ادي قمه وقاع، ادي 3. تمام، ادي 3. طيب يبقى انا بقسم 30 على 3 فيها ال 10. بس اغششك حاجه سر كده مش بحب اقوله لاي حد يعني، بس ماشي بقول للناس اللي بتفهم. بس على فكره انت مش محتاج تستعمل القانون ده. لو جاب لك سؤال اختياري انت مش محتاج تستعمل القانون ده. ليه يا مستر انا مش محتاج استعمل القانون ده؟ علشان انت ممكن اصلا تجيبه من الرسمه. انا قلت لك الزمن الدوري ده زمن الاهتزاز الواحده، صح؟ طيب ما انا عادي جدا دلوقتي لو جاب لي رسمه هيقول لي مثلا دي ب5، دي ب10، دي ب15، دي ب20، 25، 30. طيب انا عايز زمن الاهتزاز الواحده. فين الاهتزاز الواحده؟ اهي زمنها كام؟ 10. شكرا، لا محتاج لقوانين ولا اي حاجه. يبقى انا بالنسبه لي الحركه اللي انا لسه قايلها لك دي مش بستعملها غير في الرسومات بس، اللي هو لو حابب اريح نفسي ببص على اخر الاهتزازه الاولانيه عندي زمنها بكام، ساعتها بعوض على طول واجيب اقول له الزمن الدوري بالرقم اللي طالع لي ده. فهمت الفكره بتاعتي ماشيه ازاي؟ طيب نيجي بقى عند التردد. التردد ده المفروض ان هو يعني اقول لك ايه، الاخ التوأم للزمن الدوري، بس مش المتشابه. يعني هما توأم بس مش متشابه. فهمت الفكره ماشيه ازاي؟ عشان لما اكتب لك قانون التردد دلوقتي هتفهم الكلام اللي انا بقوله. قانون التردد عندي اللي هو عدد الاهتزازات على الزمن الدوري، اسف يا رب، الزمن الكلي. من الاخر كده لما اجي احسب او الحاجات اللي انا بحتاجها علشان احسب الزمن الدوري هحتاجها نفس الحاجات برضو بس في التردد. فبالتالي عدد الاهتزازات هو بقى المره دي اللي هحطه فوق واقسم عليه الزمن الكلي. فهمت الفكره اللي انا بتكلم عليها ماشيه ازاي؟ طيب في حاجه صعبه في اللي انا قلته؟ ماشي. تعريف بقى التردد اللي هو المفروض عدد الاهتزازات اللي انت بتعملها خلال زمن معين، عدد الاهتزازات اللي انت بتعملها خلال زمن معين. طيب يا مستر هل في طريقة عندي أسهل لحساب التردد من الرسمة زي ما في طريقة أسهل إن أنا أحسب الزمن الدوري من الرسمة برضو؟ موجود. إيه الموجود عندك؟ اللي أنا مثلا أنا جبت الزمن الدوري هنا ب10، صح؟ طيب لما أجيب الزمن الدوري أقدر أجيب التردد. ليه؟ التردد بيساوي 1 على الزمن الدوري. 1 على إيه؟ 1 على الزمن الدوري. فهمت الجزئيه دي؟ يعني لو الزمن الدوري ب10 يبقى هقسم 1 على 10 هيجيب لي التردد. طيب افرض في مسائل حب يرخم عليك وحب مثلا اللي هو ايه، لو انت متعود مثلا تشوف المساله من راسها لرجليها، لو جاب لك رجليها الاول هتعمل ايه ساعتها؟ المعنى الكلام اللي انا بقوله اللي هو مثلا لو جاب لك التردد، تمام، هتجيب الزمن الدوري ازاي؟ الزمن الدوري من غير لا حسابات ولا اي حاجه، الزمن الدوري مفروض ان هو بيساوي 1 على التردد. 1 على التردد، يعني هو نفس القانون بس انا بحط اللي فوق تحت واللي تحت فوق. فهمت الفكره بتاعتي ماشيه ازاي؟ طيب حاجه صغيره بس اللي هو ايه ليك انت كده، اللي هو فكره اللي هو ايه، انا اي قانون في الدنيا ينفع احطه في مثلث، تمام، اللي هو ايه بيبقى بالشكل ده. بقسم المثلث ده ل3 فلات، بحط اللي فوق بيكون مكتوب اللي فوق. يعني مثلا تحب نحط مين في المثلث، قانون الزمن الدوري ولا التردد؟ التردد، تمام.
طيب بكتب فوق عدد الاهتزازات. يعني من الاخر اي حاجه في البسط بكتبها فوق. طيب تحت التردد، وبعد كده الزمن الكلي. خدي بالك انا ينفع اعمل نفس الفكره على فكره في خروط الزمن الدوري، احط نفس الحاجات اللي في البسط هحطه فوق والباقي بحطه تحت. تمام؟ لو طلب منك اي حاجه من الحاجات اللي موجوده في المثلث ده تقدر تحسبها. يعني مثلا لو طلب مني عدد الاهتزازات هحسبها ازاي؟ هحط ايدي مثلا على عدد الاهتزازات واشوف مين باقي من المثلث، تردد وزمن كلي، ما دام جنب بعض بضربهم. ما دام جنب بعض بضربهم. طيب لو طلب مني الزمن الكلي هحط ايدي على الزمن الكلي، باقي منه ايه؟ عدد الاهتزازات والتردد، هقسم عدد الاهتزازات على التردد. فهمت الفكره بتاعتي ماشيه ازاي؟ ده بالنسبه لقصه الزمن الدوري والتردد والدنيا دي. يبقى اللي فوق بعض بقسمهم واللي جنب بعض بضربهم في بعض. فهمت الفكره دي ماشيه ازاي؟ خد بالك انا عايزك تتعامل مع القوانين اللي انا بديها لك دي او الافكار او الحاجات اللي تساعدك في حل المسائل دي على انها الاسلحه بتاعتك، الذخيره اللي انت محتاجها لما الدنيا تزنق معاك. فهمت الفكره ماشيه ازاي؟ يعني انت تبقى داخل مساله لقيت اللي هو اللي طالبه منك التردد، فساعتها هتعمل ايه؟ هتشوف ايه قوانين التردد، ايه الاسلحه اللي المستر اداها لي عشان احل مساله التردد. فهمت الفكره ماشيه ازاي؟ وتشوف بقى انت تستعمل انهي سلاح منهم او انهي مفتاح منهم. فهمت الفكره ماشيه ازاي؟ طيب انا بالنسبه لي الزمن الدوري بيتقاس بالثانيه، ونفس الفكره الزمن الكلي برضو بيتقاس بالثانيه. لو مديهولك بالدقيقه او بالساعه هتحوله. تمام؟ طيب عدد الاهتزازات دي مش لها وحده قياس، يعني بقول لك 50 اهتزازه 60 اهتزازه. انت فاهم الفكره ماشيه ازاي؟ التردد بيتقاس بحاجه اسمها الهرتز. الهرتز او ثانيه اس سالب واحد. ثانيه اس سالب واحد عشان هو مقلوب الزمن، فالزمن لما اقلبه بخليه اس سالب واحد. فهمت الفكره ماشيه ازاي؟ فانا بالنسبه لي التردد بيتقاس بالهرتز او الزمن او الثانيه اس سالب واحد. طيب النهارده كام؟ 4/2/2025 صح كده؟ ما قبل 4/2/2025 الساعه 3. انت سمعت كلمه التردد دي في حياتك قبل كده؟ في ايه بقى؟ في التلفزيون. معناها ايه بقى اللي بتيجي في التلفزيون دي بقى؟ التردد ده بيبقى مثلا عدد الاهتزازات على الزمن. يعني مثلا لما احب اجيب مثلا اي قناه من القناه اللي موجوده عندي مثلا زي MBC مصر، المفروض ان انا بشوف التردد بتاعها. يعني ايه بشوف التردد بتاعها؟ يعني الطبق الدش بتاعي لازم يطلع عدد اهتزازات معين في الثانيه الواحده، تمام؟ يكون قد عدد الاهتزازات اللي جاي من القمر الصناعي بتاعي، تمام؟ في نفس الثانيه الواحده دي. يعني وليكن تردد قناه MBC مصر وليكن مثلا 20,000 اهتزاز في الثانيه، فاوتوماتيك لازم طبق الدش بتاعي يعمل لي 20,000 اهتزاز في الثانيه. فهمت الفكره ماشيه ازاي؟ لو هو بالظبط جايب التردد ده بالظبط قد تردد القمر الصناعي القناه دي هتشتغل عندي. فهمت الفكره ماشيه ازاي؟ لو جايب نفس عدد الاهتزازات في نفس الزمن بتاع القمر الصناعي القناه تشتغل عندي. لو ما جابهاش ساعتها بيقول لك الاشاره ضعيفه او التردد بتاعك مش مظبوط. فهمت الفكره بتاعتي ماشيه ازاي؟ بس لا اكتر ولا اقل. هي دي فكره التردد والمفهوم بتاعه اللي موجود عندك في الحياه العمليه بتاعتك. صعبه؟ كل حاجه تمام؟